صباح الخير حضراتكم جميعا، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يوم سعيد كده ان شاء الله وموفق بالنسبه لكم جميعا. انا شايف ان في كراود كويس حاضر، فاتمنى تكونوا جايين عن طيب خاطر وتستفادوا باليوم الجميل. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. الساده الافاضل، معالي النواب الاستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، الاستاذ الدكتور محمد سعد، معالي الاستاذ الدكتوره دينا ابو المعاطي، السيد امين عام الجامعه الاستاذ شريف فاروق، معالي العملاء الافاضل، الساده اعضاء التدريس، كلنا النهارده في رحاب جامعه قناه السويس بنرحب بضيوف الجامعه الكرام من ممثلي او اداره البورصه المصريه، الشركات الماليه والبنوك. اعتقد موجود البنك الاهلي العريق، برحب بيهم واهلا بيكم جميعا في رحاب جامعه قناه السويس. اليوم نسمع بعض شويه وبلاش رغي في الطلبه. بعيد عن الكلمه المكتوبه زي ما قال الدكتور محمد كده، المستهدف من هذا المركز مهم جدا، والمستهدفات من هذا المركز عظيم، وطموحاتنا كبيره جدا جدا. طموحاتنا كبيره لان الجاب الكبير اللي بين الاكاديميا او المقررات الدراسيه وتوصيفاتها واللي بتدرسه وبتتعلمه ده شيء مهم جدا، لكن كمان متطلبات السوق والمهارات، سواء المهارات العلميه محتاج تكمل الجاب اللي انت ما خدتوش في الجامعه، او المهارات الانسانيه والنفسيه اللي احنا بنسميها السوفت سكيلز. عشان كده عملنا لهذا المركز وصرفنا عليه كويس واسسناه بقالنا سنتين، وعندنا طموح كبير جدا جدا يا معالي النائب ضيوفنا الكرام في هذا المركز، ان هو ممكن يقفل الجاب اللي بيتخرج بيها الطالب بمهارات علميه مقبوله بالنسبه لكم، وفي نفس التوقيت انت محتاج منه اكتر واكتر واكتر، خاصه فيما يتعلق بالسوفت سكيلز. عمر ما في طالب بيتخرج من اي جامعه ولا هارفارد يونيفرسيتي مكتمل الكيان عشان ينزل يشتغل في سوق العمل، استحاله. طيب الجاب اللي بين الاكاديميا وسوق العمل بإمكان الطالب بيكمله بالدورات المتخصصه، سواء في الناحيه الفنيه اللي هي التكنيكال تخصصه، او المهارات الحياتيه، اللغات، العمل في فريق عمل، العمل تحت ضغط، تحمل المسؤوليه، ازاي يعرض مهاراته ويعرض نفسه، يبقى قاعد كده بيعرض كويس، انا عندي وعندي وعندي. ده اللي بيفرق بين طالب كويس وطالب اقل منه. طول عمري وانا طالب كنت مؤمن ان الطالب اللي بيجيب امتياز مفيش فرق بينه جامد قوي، الواو الجاب العملاق اللي بين اللي بيجيب امتياز ويجيب جيد جدا انا شايفه مش موجود اصلا. لكن الطالب اللي بيجيب امتياز بيشتغل على نفسه كويس، مصمم ان هو ينجح، مصمم ان هو يحافظ على ترتيبه في الكليه، فبيعرف يستثمر امكانياته كويس ووقته. الطالب اللي جيد جدا اقل سنه. الطالب الجيد جايز يكون فرق كبير قوي بينه وبين امتياز، لكن برضه عمليه تنظيميه، لكن الامكانيات الذهنيه قريبه. طبعا مالناش بالدعوه بالطالب اللي بيزوغ وما بيحضرش وبيجيب تقدير فير اناف او مقبول والحاجات دي اللي هي انتوا عارفينها، لكن قدرات الطلبه والخريجين يا دكتور محمد تكاد تقترب من بعضها، خاصه اذا كنا بنتكلم على شريحه عمريه قريبه من بعضها، ومستويات تعليميه في ثانويه عامه بشرائح مجاميع تقريبا فيها هوموجينيتي عالي جدا جدا، خاصه كنا بنتكلم على شريحه التجاره المجموع بتاعها بيشتغل من 90 لغايه مثلا حاجه و80، يعني الرينج ضيق قوي، ما بنشتغلش على في الخمسينات ولا في الستينات. النهارده بالنسبه لكم انا بقول انها فرصه العمر، مش عشان تسمعوا الكلمتين بتوع رئيس الجامعه اللي هم الكلمتين الافتتاحيه اللي احنا بنفتح بقى السيشنز عشان نسمع من الزملاء الافاضل اللي مشرفينا من البورصه ومن الشركات الماليه ومن البنك الاهلي، لا، علشان تعرفوا ايه المطلوب منكم. واتمنى من الساده الضيوف اللي هيعرضوا، انت بتقابل مئات طلبه بيجوا كلهم بيعملوا ابلكيشن في البنوك وبيذاكروا. لا، ما في طالب بيجيب امتياز في المحاسبه بس امكانياته ممكن تكون ما تأهلوش ان هو يخش البنك، لانه ما يقدرش يشتغل تحت ضغوط. اللانجوج سكيلز بتاعته اقل من كده، الكمبيوتر سكيلز بتاعته اقل من كده، فلازم احنا نشتغل على نفسنا كويس.
والجاب ده يا دكتور محمد يتحلل، يتعمل له جاب اناليسيس، ويتحدد الكورسات اللي تملي هذا الجاب بمهارات معينه بكورسات تدريبيه محدده، واحنا نمولها ما فيهاش اي مشكله. زي ما قال الدكتور محمد عبد الجواد، المركز ده احنا صرفنا عليه كويس وحطوه في مكان كويس جدا جدا، عملنا له بنيه تحتيه كويسه ومان باور محترم اتدربوا على اعلى ما يمكن مجانا. احنا بنصرف كجامعه على هذا المركز بدوراته بشهاداته الى اخره. ده عشان خاطر، لان الدكتور محمد جواد بيعمل في العرض بتاعه، انا معلق ان انا لازم اتكلم يا دكتور محمد، انا ما يهمنيش احنا ضربنا كام. اذا كان ضربنا كام وطلعنا كام طالب، خرجنا كام طالب، دي احصائيه فيك لا تعبر عن اي شيء على الاطلاق ازيد من هي مجموعه من الارقام بتحط جنب اخواتها. لما نيجي نشوف هذا الموزايك او هذا التنوع من اعداد الطلبه الخريجين واللي دربناهم، المحصله النهائيه العدد اللي هو اوريدي انجيجد في سوق العمل، ومش انجيجد في سوق العمل، في سوق عمل محترم يليق بالشهاده بتاعته، وكمان بياخد مرتب كويس. لان احيانا الطالب بيشتغل في مكان كويس بس بيقول له والله احمد ربنا احنا شغلناك في الفتره الاولى عندنا، وعلى فكره ده مقبول في بعض الشركات ومقبول في بعض القطاعات، ان هو يحط رجليه في مكان ذو سمعه جيده، كل يوم هيعدي عليه بمهاره ومجموعه مهارات عاليه الجوده، ده لوحده يندفع له فلوس، وانا عارف كويس وانا مقدر كويس ان هو لازم يندفع له فلوس. فالمحصله النهائيه يا دكتور محمد مش بان احنا عملنا كام ترينين، لا، المحصله عندنا ان حصل فعلا تغير في الاتيتيود بتاع الطالب، تغير في مهاراته، في توجهه نفسه اللي هو هينعكس على البيهيفير بتاعه، مدى انضباطه في الشغل ومدى حرصه ان هو يبقى انجيجد في شركه محترمه ذو سمعه كويسه، اتغير مفهومه عن العمل وتحمله الضغوط، واشتغل في فريق عمل، ما اشتغلش بالثقافه المصريه اللي كل واحد بيداري عن الثاني عشان يعرض هو على السيد المدير. ما في تسلسل وظيفي، في فوق قبل المدير في عشرات الموظفين اللي هو رؤسائه، لانه هو لسه داخل جديد. فاتمنى يا اولاد تستمعوا جيدا لهذه الندوات والورك شوبس المتعلقه بتصغير او تقليل الفجوه قدر المستطاع بين الاكاديميا اللي هي الجامعه بمقرراتها بتوصيفاتها بكورساتها بضغوطاتها، وبين احتياجات سوق العمل والشركات والبنوك والبورصه والشركات الماليه والمصانع اذا كان حد حاضر من كليات عمليه والمستشفيات الى اخره. يبقى قدامي طلبه والله الواحد بيحزن عليها جدا، طلبه متفوقه عاليه المقام في الاكاديميك بيرفورمانس بتاعه، لكن لما يجي يقعد معاك يعرض لنفسه ما ينطقش بكلمه. والده هو اللي قاعد بيتكلم، او صديقه زميله اللي جاي مثلا يقابلنا هو اللي بيتكلم. طب انت 22 23 24 سنه، يو ار ماتور انف ان انت تكون ليدنج لمكتب كامل ويتساب لك وتديره. عشان ما اطولش عليكم، بشكر كل اداره الجامعه القائمه على هذا الورك شوب واليوم الجميل الخاص بالفاينانس والبانكينج. بشكر الساده ممثلي القطاعات الماليه والبورصه المصريه البنك الاهلي المصري العريق، وبشكر اولادنا الطلبه الحريصين ان هم يحضروا، واتمنى ان انتم تحاولوا تستفيدوا من هذا اللقاء قدر المستطاع. مثل هذه الفرص يا اولاد لما يجي لكم ناس الاكسبرتيز بتاعتهم عاليه وشغالين بايديهم في السوق، مش هيتكرر كتير، مش هيتكرر كتير. بتمنى لكم التوفيق، وبشكرك يا دكتور محمد وكل اداره الجامعه وكل المركز المحترم الدكتور عبد النعيم قال كل الزملاء. بتمنى لكم التوفيق، وربنا عز وجل يكتب لكم التوفيق دايما باستمرار. شكرا.